اختارك واسمع احلى كلام من القلب طال، اشيلك جوا عينيا يا حلم سنين اللي جاي. انا قلبي شريك مش بايع، طول عمرك سيد الرجاله، وانا فيك انا دايبه ومياله، وفي بعدك حالتي حاله وعيني ما بتنامش، مشتاقه انا ليك يلا تعالى، ده انا عاشقه يا غالي وولهانه، طمني عليك لو برساله ياللي ما بتسالش، طول عمرك سيد الرجاله، وانا فيك انا دايبه ومياله، وفي بعدك حالتي حاله وعيني ما بتنامش، مشتاقه انا ليك يلا تعالى، ده انا عاشقه يا غالي وولهانه، طمني عليك لو برساله ياللي ما بتسالش، يا ابن حارتنا يا مجدع. اللي انت عايزينه. ما هو بعد اللي انت عملته يا حلو ما بقاش عندنا ثقه فيه، لازم نتاكد الاول. حاضر حاضر. الحمد لله على السلامة يا رياسة. الورق ده مهم وعايز تمضي. في معايا جواب من البنك لازم تطلع عليه. في عندي هنا انذار من خلاص يا هلباوي مش في ايدك. انت في ايه؟ اتصرف يا اخي بنفسك، امال هتعمل ايه في غيابي؟ ربنا ما جايبك على الدنيا ابدا يا ريس. بص يا هلباوي، انا هغيب عن المحل حوالي 10 ايام 15 يوم. عايزك تكون هنا وتحل مكاني. ده امر سهل يا ريس، بس في حاجات ما اقدرش اتصرف فيها، وخصوصا اللي ماليش صفه فيها، زي الجمارك والبنوك وزور استيراد الخمور وخلافه. مش ناقص بقى دوشه، اتصرف يا اخي، امال هتعمل ايه في غيابي؟ ربنا ما جايبك عنا ابدا يا ريس. بص يا هلباوي، انا هغيب عن المحل حوالي 15 يوم، عايزك تتصرف وكاني موجود بالظبط. ده امر سهل يا ريس، بس في حاجات ما اقدرش اتصرف فيها، وخصوصا اللي ماليش صفه فيها، زي الجمارك والبنوك ودور استيراد الخمور وخلافه. انت بس يا ريس ليك حق توقيع فيها يا ريس. هلباوي، بكره الصبح تقابلني في الشهر العقاري، هعمل لك توكيل عام واخد منك شيك على بياض، ولما ارجع هنلغي التوكيل واديك الشيك تاني. انا تحت الامر يا ريس، تحت الامر. اياك يا هلباوي الكلام اللي احنا قلناه ده حد يسمعه. كبير يا ريس. هو ديابي مشي خلاص؟ ايوه مشي. كنت عايزاه في حاجه؟ لا، كنت عايزاك انت. طب يلا بينا على الركن. قومي. عملت ايه يا هلباوي؟ كله تمام وتحت السيطرة. مساء الخير. اهلا، مساء الخير. في واحد جه بره وساب الظرف ده وقال لي اديه لحضرتك. هو في ايه الظرف ده؟ انت مالك انت؟ اتفضل اطلع بره. على فكره انا عملت له واحد قهوه على حسابك بقى عشان تبقى فاهم. ايه المنبار اللي انت بتشربه ده؟ لا اله الا الله. بتضحك ليه؟ وايه الشيك اللي في ايدك ده؟ ده الشيك اللي واخده المغفل علينا. خلاص نويت يا كبير؟ ان شاء الله يا هلباوي، بس ربنا يجعلك فايدة. ان شاء الله فايدة ترجع لنا كده وفي ايدك ادهم. قول يا رب يا هلباوي، ادعي لنا. يا رب يا كبير. السلام يا ريس. الو. طب زي الفل. تمام تمام. لا كله تحت السيطرة. طبعا. يلا باي باي، سلام. يا ريس. انت بتكلم مين؟ لا مفيش حاجة يا ريس.
ده زبون كان بيحجز ترابيزه ما تشغلش انت بالك. توكل انت على الله يا ريس، يلا عشان ابنك، توكل على الله. مالكش دعوه بابني، انزل شوف شغلك. تأمرنا يا ريس، تأمرنا. وبعدين بقى ما تعملش في نفسك كده كبير. ان شاء الله خير وابنك هيرجع لك بالسلامه. محدش فينا هيسيبها. الو، ازيك يا دياب؟ مين معايا؟ مش مهم تعرف مين معاك، انما اللي يهمك انك تعرف ان ابنك معانا. انت بتقول ايه يا ابن الكلب؟ انت عارف لو ابني حصل له حاجه هولع فيك. من غير غلط واسمعني كويس وركز في الكلام اللي هقوله لك. مبدئيا جهز نص مليون جنيه وحطهم في شنطه بلاستيك سودا. منين؟ انت عارف ان انتوا خدتوا كل حاجه. هجيب لكم منين؟ هجيب لكم منين؟ من الخزنه اللي في الكباريه. وبطل عبط يا دياب، ده لو عاوز ابنك حي. طيب حاضر. طب امتى وفين؟ بكره العصر في المقطم، في نفس المكان اللي حصل فيه الحادثه لمراتك. اكيد عارفه كويس ولا تحب اوصفه لك؟ حاضر، هكون جاهز في الميعاد. نسيت اقول لك، تجيب معاك في نفس الشنطه كل عقود الاحتكار بتاعت الناس اللي استغلتهم. واحذر يا دياب. وناوي تعمل ايه دلوقتي؟ مش عارف. لا، لازم تبلغ البوليس وهو اللي يتصرف. مش ضمننا يا هلباوي لو بلغت البوليس ما يعملوش حاجه في ابني. وبرضه ما تضمنش، ممكن تكون نصبه ولا فخ عاملينه عشان يصطادوك لوحدك. وساعتها الحكومه لو عرفت اكيد مش هتساعدك، هتحملك انت المسؤوليه. مش عارف اعمل ايه. يحاول يتنطط لو هو شاطر ينزل لي، ولا اشوفه بيترقص لي يبقى ما اتعلمش بفصل. اشوفه بيترقص لي يبقى ما اتعلمش بفصل. انا عاوزني نعمل اصلي اكتر وناشف يا حبيبي. متشكر يا جماعه، ما نقولكوش في حاجه وحشه. شد حيلك يا دياب بيه. الله يرحمك ست سارة. شد حيلك يا ابو ادهم. كله على الله يا هلباوي. وبعدين تعالى هنا، انت بتكلمني كده ليه وكلامك كله برود؟ عادي، واكلمك ازاي يعني؟ هلباوي انت اتجننت؟ من بكره الصبح تروح تلغي التوكيل اللي عملته لك، انت فاهم؟ توكيل ايه يا كبير اللي عايزنا الغيه؟ اهدى بس كده واقعد، اهدى بس كده واقعد عشان تفهم. ده لو كنت عايز تفهم من اصله. افهم ايه؟ نورة؟
يا دياب بيه. ايه نسيتني ولا ايه؟ دي بتعمل ايه هنا؟ ما انا نسيت اعرفك. انا هلباوي، اخو مراتك ساره اللي انت ضحكت عليها واخدت منها الكباريه. انا بقى ابقى اخت ساره يا جوز اختي. وانا بقى احب اعرفك بنفسي، ابقى صباح مرات هلباوي. ده انتوا عصابه بقى. لكن لا، لسه الكرة في ملعبي يا هلباوي. ولا انت نسيت الشيك اللي على بياض اللي ممكن احبسك بيه؟ قصدك ده؟ عيب عليك يا كبير، احنا بنلعبش. ورحمة سارة لخرجك من هنا في صندوق زي ما قتلتها. انتوا ايه اللي بتقولوه؟ يعني انت عايز تفهمني اللي انت اخو سارة وانتي الفترة دي كلها كنت بتلعبي عليا؟ المفاجأة بقى ان انا اللي قتلت سارة. عارف ليه؟ لانها قتلت اخويا الشيمي يا هلباوي. شيم اخوك؟ فعلا يا اساتذه، ما تستغربوش. عبد الجليل اللي واقف قدامكم ده واللي انتوا كلكم عارفينه باسم دياب يبقى اخو الشيمي. الامين حمدان قال لنا على كل حاجه. حمدان طلع امين شرطه؟ الشيمي لما اتقتل كل الشبهات حامت حوالين ساره. حاولنا نجمع كل الادله عشان نلف حبل المشنقه حوالين رقبتها. سلاحك يا عبد الجليل. خلص خلص. حاضر يا حضرة الظابط. ليه؟ مكانك يا عبير. كاميرا، شيل الكاميرا.